ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عامله معاكم بانيه، بس بانيه يعني مختلف شويه. القرمشه واللون الذهبي دول معمولين بمعلقتين زيت بس، وما اقولكمش بقى يعني قرمشه من بره ومن جوه طري جدا، وهو اصلا سريع، معمول بطريقه سريعه. يعني اللي عايز يعمل بانيه في 10 دقايق حرفيا هيتعمل، او اقل من كده كمان. يبقى بس عنده البانيه جاهز هيعمله في 10 دقايق ويبقى الاكل جاهز. بصوا انا جبت هنا البانيه واديته شطفه وصفيته. جايه الراجل هو اللي مقطعه يعني، وشطفه وايه قمت مصفياه. وبعد كده جبت بصلايه وهقطع البصل هنا قطع كبيره كده في السريع. احنا قلنا ان احنا عايزين كل حاجه في السريع، ما عندناش وقت، بنيجي متاخر يا دوبك المغرب هتبقى بتأذن اول ما بنيجي، فيا دوبك ايه نلحق نعمله بسرعه. بصوا هنا قطع كبيره، وبناخده على طول ونقوم حاطينه على الايه، على البانيه اللي احنا غاسلينه ومصفيينه. وبنرجع بعد كده نتبل. ما بنزودش توابل علشان ما نضيعش طعم اللحوم. التوابل كده بتبقى رش كده او معلقه صغيره، ملح وفلفل اسود الاساسي، وبيبقى طبعا على حسب الرغبه. وبعد كده بحط معلقه، ممكن نحط معلقه صغيره كاري، ومع يعني رشه كده، رشه كاري، وممكن نحط توم باودر وكزبره ناشفه. كل دي برضو زي ما قلنا كميات صغيره قوي، ورشه قرفه. ممكن لو انتوا عايزين تستغنوا عن كل ده ممكن على فكره، ويبقى ملح وفلفل اسود بس، وبيبقى طعمه حلو جدا برضو، وما بيضيعش طعم الفراخ، الطعم الحلو للفراخ. بنسيبها 10 دقايق كتير بكبيره، 10 دقايق. بعد كده بنجيب بضايه، لكم بقى الطريقه السريعه دي للمستعجلين، وبتطلع النتيجه تحفه جدا جدا. وبنقوم نكسر البضايه عليها، وزي ما بقول لكم يعني في اسرع وقت وباسرع طريقه بنلاقي نفسنا مخلصين. معلقه دقيق، معلقه كبيره او معلقتين دقيق، معلقتين دقيق عشان ندي سمك حلو للكراست بتاعت البانيه. تمام. وبنضيف يعني ربع كوبايه لبن، او ممكن نقول 3-4 معالق لبن. انا طبعا بتبقى ايدي حافظه المقادير، فبقوم حاطه على طول من ازازه اللبن. لكن لو عايزه تعملي بقى المقادير بالظبط ومظبوطه يبقى ربع كوبايه لبن، او من 3-4 معالق لبن. بنقلب كده خلاص، بيبقى الموضوع سهل جدا. ما بجيبش بقى دقيق لوحده واجيب البيض لوحده واجيب يعني بختصر في الوقت، والنتيجه يعني واحده واحلى كمان. تمام كده خلصنا التتبيله وخلصنا وحطينا المكونات اللي احنا عايزين نحطها. بعد كده بنجيب بوله بنحط فيها البقسماط، بقسماط اللي هو الناعم الجاهز ده. وممكن لو عندك برضو بقسماط زيادة تعمليه، تفرميه في البروسيسور. وهنا بنحط برضو نفس التوابل اللي احنا حطيناها للبانيه، بنرجع نحطها على البقسماط. تمام. ممكن برضو اللي يحب يحط سمسم. السمسم بيدي اصلا يعني بشكل مميز كده، وطعم كمان حلو جدا. ونقلب الكلام ده كله، ونبدأ بقى نشيل التتبيله. انا عايزه اشيل التتبيله، اي بواقي تتبيله كده، بحيث تبقى صافيه عشان مفيش حاجه تتحرق واحنا بنحمر. اي بواقي تتبيله في البانيه نشيلها، ونبتدي بعد كده اهوت نطلع قطع البانيه ونغمسها كويس جدا في الدقيق في البقسماط. بصوا كده احنا وفرنا كذا خطوه، ووفرنا مواعين، ووفرنا كل حاجه في الدنيا، ووفرنا وقت كمان. ان احنا مش نجيب بقى البيض لوحده واللبن لوحده والدقيق، البيض والدقيق والبقسماط والكلام ده، لا، بسرعه. اللي طبعا الناس اللي هي مستعجله، وصدقوني نفس النتيجه واحلى زي ما قلت لكم. هنغمس كويس قوي في الدقيق، عايزه كل حته في البانيه يبقى اوصل، قصدي البقسماط كل حته تبقى اوصل لها بقسماط. تمام كده. هنخلص بقى كل الكميه وهنبتدي نحمرها، او نعمل بقى اللي هو التحمير اللي هو بزيت قليل ده. لازم نعرف نعمله يا جماعه، كده احسن بكتير واصح واوفر وكل حاجه، والنتيجه هي
واحلى كمان وسريعه وكل حاجه، يعني مفيش اي حاجه نقص يعني في الموضوع خالص. بحط حوالي معلقتين زيت وبوزعهم كويس قوي على الجريلا او الطاسه. تمام. وببتدي ايه احمر. هنا الشمس راحت ففتحت بقى النور وابتدي احمرهم فيها. بصوا انا مش محتاجه زيت اكتر من كده، بس علشان اوصل لنتيجه كويسه يفضل زيت الزيتون. هو زيت غير مشبع وزيت صحي، وفي نفس الوقت هو صحي غالي، بس انا باخد منه كميه قليله جدا ما تنسوش. تمام. الزيوت التانية المشبعه دي بتبقى خطر على الصحه وبتراكم في الجسم وبتعمل مشاكل صحيه. باخد برضو كده اجزاء من بالفرشه كده واقوم ايه دهنه فوق عشان التسويه تبقى مظبوطه. هنا برضو شغلت الطاسه التانية ولقيت حتى الزيت هنا كتير شويه على بستخدمه، حطيت على البانيه في الطاسه التانية. الطاسه التانية برضو حطيت لها معلقتين زيت زيتون. اوكي. بصوا اللون بيبدا يبقى ذهبي وجميل جدا وبيبقى مقرمش تحفه. هو ما بياخدش وقت خالص، يعني فعلا لما قلت لكم 10 دقايق بتكونوا خلصتوا الكميه كلها، والتتبيله ما بتاخدش حاجه خالص، يعني 10 دقايق. يعني احنا بنسيبه بحنسيه، احنا ممكن على فكره نسيبه 5 دقايق حتى في التتبيله يعني. بصوا اللون بيبقى تحفه جدا. وبعد كده لو احنا حابين احنا ممكن نزينه بنحط سمسم او بنحط بقدونس مجفف على حسب ما تحبوا. جربوها يا جماعه، فعلا يعني بنتوفر كتير قوي في الزيت وبنوفر في صحتنا اهم حاجه، لان الزيت الكتير ده بيبقى اللي هو الغير مشبع ده بيبقى بيتراكم في الجسم وبيسبب امراض، عافانا الله واياكم. وبنحصل على بصوا يعني نفس النتيجه زي المتحمر واحسن. جربوها يا جماعه وبون ابيتي. اسمع رايكم بقى في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.